العالم ده فيه كائنات غريبة تطلع بره المية تتحول لإنسان، ولو لمستها المية ترجع تاني لكائن غريب. مساء الفل على أحلى أصحاب في الدنيا. بيبتدي فيلمنا باتنين صيادين، واحد بيقول للتاني ايه اللي جابنا هنا، مش فيه وحوش البحر هنا؟ بيرد عليه صاحبه بيقول له لا مفيش وحوش ولا حاجة، ده بس كلام علشان يبعدونا عن أماكن الصيد الرائعة. وابتدوا يشغلوا الموسيقى ولقيوا كائن عمال يسرق في حاجات من على المركب، وابتدوا يمسكوه في الشبكة وهرب منهم واترعبوا جدا وقال له ما تصدقنيش تاني لو قلت لك حاجة يا عم. وتحت المية بطل فيلمنا لوكا اللي بيصوت وبيقول امي هتموتني علشان سمكاته اللي بيحرسهم هربوا، وبيجمعهم تاني ويعمل بيهم الولا حاجه وشايف ان حياته ممله. وبيلاقي منبه وورقه كوتشينه وبيلاحظ سفينه وبياخد سمكاته وبيستخبى من وحوش الارض اللي كان نفسه يطلع يشوفهم، لكن مامته بتناديه يتغدى وبتقول له انت اتاخرت دقيقتين ليه، وبتقول له انت فاكر انهم جايين يدردشوا معاك؟ دول هيلبسونا عليك اسود يا منيل. وبيبتدي لوكا يسلم على جدته وابوه شنب ابوه، ولوكا بيسأل هي القوارب اللي جايه دي بتيجي منين، وجدته بتقوله من ارض الوحوش بس انا رحت لهم عادي. ومامته بتنهي الموضوع وبتقول لها بس هتبوظ لنا الواد. وبيطلع لوكا الشغلانه اللي هي ولا حاجه وبيسيب سمكته وبيلاقي حاجات غريبه وواحد اغرب، وبيقول له اطمن انا مش انساني، وبيقلع بدلته وبياخد حاجات الغريبه اللي بيجمعها وبيطلع. وللاسف بينسى عصايته مع لوكا اللي بيطلع عشان يديها له، وبيبتدي يشد لوكا لبره. ولوكا اول ما بيطلع بيقول له لا انا ولد مطيع، وبيرجع الميه تاني لمامته وباله مشغول طول الليل بالعالم التاني وبيسال جدته عنهم وبترعبنا زي ما انتم شايفين كده. وبيكرر لوكا يعمل دميه عشان يثبت السمك ويطلع بره الميه. وابتدى البرتو يعلمه المشي ويعرفه بنفسه ويقول له انا البرتو، وبيقول له قد ايه الارض مميزه، احنا بنتنفس وفي جاذبيه والشمس بتطلع كمان، وعندي حاجات كتيره في بيتي بجمعها من البحر. ولوكا بيلاقي صوره غريبه فبيسال البرتو هي ايه الصوره دي يا البرتو، فبيقول له دي اعظم حاجه اتصنعت في الدنيا اللي هي فيسبا، فبينبهر بيها لوكا جدا. والبرتو بيقول له عارف دي تقدر تروح بيها اي حته، ولوكا فاكر انه هيمشي بيها فوق الميه اصلا ما راحش حته غير الميه. فلوكا قال له ايه رايك يا البرتو نجمع القرده اللي عندك دي ونعمل بيها فيسبا؟ فالبرتو قال له يلا. فلوكا قال له انت وافقت؟ لا انا لازم امشي ارجع لامي هتموتني. وما عداش 5 دقايق ورجع له تاني يعملوها، واول ما خلصوها رجع البحر تاني علشان يرجع له تاني يوم يجربوها سوا. فمروكا بتقول له كنت فين يا لوكا؟ فجدته بتنقذه وتقول لهم انا بعته يجيب لي خيار البحر ولسه جاي. ومامته بترد على جدته وبتقول لها انت هتبوظ لنا الواد اللي حيلتي. وتاني يوم راح لوكا لالبرتو علشان يجربوا الفيسبا وقال له يلا يا لوكا نجربها، فقال له لا جربها انت انا خايف. والبرتو عشان شجاع جدا اداله الزحلقه يمسكها وهو طار بالفيسبا واتكسرت ونزل في الميه. فلوكا يسكت لا يقول له يلا نعمل واحده جديده. فابتدى البرتو يلبسه زيه، وابتدى مامته وباباه يكتشفوا الدميه والمنبه ويراقبوه لما يرجع ويخرج. وابتدى لوكا والبرتو يجربوا الفيسبا التانيه سوا، اللي هيمسك الزحلقه هو السحلفه صاحبتهم. وقبل ما يركب لوكا الفيسبا بيسكت صوت الخوف اللي جواه اللي هو اسمه برونكو زي ما قال له البرتو. وركبوا الطاسه وعلى الله انطلقوا وانبهروا جدا لحد ما وقع في الميه. ولوكا اول ما شاف السما انبهر بيها جدا وقال له ايه اللي فوق ده، وبيتكلم على السما والقمر والنجوم. وابتدى البرتو يقول له ده سمك صغير كتير ودي السمكه الكبيره انا لمستها قبل كده ما تقلقش. والبرتو بيقول له كده لانه ما يعرفش حاجه غير السمك والميه. وطبعا لوكا عشان خياله واسع بيصدقه. لو كان البرتو خياله واسع فلوكا خياله اوسع، وتخيل نفسه بالفسبه عند السمكه الكبيره وخياله خلاه يروح عليه نومه. وجري على مامته وسمكاته ولقى ابوه وامه مستنيينه بالشبشب المنبه والورقه وبيسالوه كنت فين يا صايع لحد دلوقتي. فقال لهم لوكا المكان مش بالخطوره دي اللي انتوا فاكرينها. فامه قالت لابوه شوف لك حل يا راجل ابنك عايز يموت ويشيلنا الهم. فلوكا قال لها لا احنا واخدين بالنا كويس قوي. فقالت له انتوا مين؟ وعرفوا ان ليه صديق اسمه البرتو. ولوكا ابتدى يسمع صوت غريب جدا، وابوه قال له ما تخافش ده عمك، ده عمك الخنزير الاغرب مني يا لوكا، وعمك ده قطع المسافه دي كلها عشان تروح معاه عمق الميه، وامه قالت له هتقعد معاه لاخر الموسم. فلوكا بيقول لها لا، فبتقول له لو قلت كلمه تانية هخليها 3 مواسم. ومشي لوكا وقال لصاحبه البرتو الحقني اهلي عايزين يودوني عمق الميه ويسيبوني هناك. فالبرتو بيقول له بص يا صاحبي امك وابوك عمرهم ما يعرفوا مكانك لو رحنا منطقه البشر ونروح هناك لمستر فيسبا يعمل لنا فيسبا، هم فاكرين اللي بيركب فيسبا يبقى اسمه مستر فيسبا، مش بقول لكم البرتو خياله واسع. وابتدوا يروحوا هناك لمنطقه البشر، والبرتو بيحذر لوكا بانه لو اتبلوا هيتنفخوا هناك. ولوكا بيشوف صور وتماثيل لصيادين فبيخاف اكتر، واللي بيغير حاله اللي هو الفيسبا. وبيقابلوا اركول الشرير اللي بيكون راكب فيسبا اللي بيكسب مسابقه 5 مرات على التوالي وبيكسب كاس بورتوسو، وكمان مشغل اصحابه عنده. ولوكا بيلعب بيشوط الكره وبتقع الفيسبا وبيجي صاحبها اركول الشرير وبيتريق عليهم، وخصوصا لما لوكا بيقول له مستر فيسبا، قال يعني فاكر ان هو مستر فيسبا فعلا. واركول ساب كل ده وبيقول له انت ريحتك مليانه سمك تعالى اما
بتحميك، وبتنقذوا بنت اسمها جوليا اللي بتنافس اركولي كل سنه في المسابقه وبيهزمها، وبتاخدهم بعربيتها وبتمشي وبيعرفوا منها ان في مسابقه وبتسيبهم وتمشي. ولوكا بيشغل دماغه وبيقول لألبرتو تفتكر الجايزه فيسبا؟ وراحوا سالوا جوليا فقالت لهم لا فلوس، فسالوها ينفع نحول الفلوس لفيسبا؟ فبتقول لهم اه طبعا زي دي فيسبا للبيع. وبيقرروا يدخلوا المسابقه، وقالت لهم كل سنه اركول بيهزمني، انا لازم اهزمه المره دي. المسابقه مكونه من 3 مراحل، سباحه وركوب عجل واكل مكرونه. وعرضوا عليها يكونوا من فريقها وسالتهم انتوا شاطرين في ايه؟ وقالوا لها اي حاجه ما عدا السباحه عشان خايفين يتكشفوا. وابتدت تجربهم وقالت لهم لا انتوا مش نافعين في حاجه. ولكن لوكا قال لها لا انا لازم ادخل وافوز علشان احصل على الحريه والفيسبا. وابتدى ألبرتو يقول لها وانا كمان معاه، وقررت تاخدهم معاها، وعلشان يشتركوا في المسابقه لازم يكون في فلوس اللي هياخدوها من باباها، اللي اول ما بيدخل البيت بيلاقي ابوها صياد قد الدنيا ومعلق كل صور الست في الصاله وبيقطع السمك كمان اخواته. ووريتهم جوليا ان في اعلان اللي هيقبض على وحش البحر هياخد جايزه كبيره جدا، فبيخافوا اكتر وبيشرق لوكا وبيغرق صاحبه ألبرتو. بيحاولوا يصلحوا الموقف قبل ما حد يكتشفهم ما عدا القطه هي اللي خدت بالها. وبياكلوا مع باباهم اللي بيرفض دخول جوليا لان مش معاه فلوس، وبنته بتخسر كل سنه وبتنكد عليه، فقالت له انا مش هنكد السنه دي يا بابا. فقال لها مفيش سمك عشان نجيب فلوس. فهم سمعوه وعرضوا عليه فكره حلوه جدا ان هم يساعدوه في صيد السمك، والقطه ما بتسيبهمش في حالهم من ريحه السمك اللي مغرقاهم. وبتاخدهم جوليا يناموا على الشجره، وابو لوكا وام لوكا بيطلعوا من الميه علشان يدوروا عليه. واول ما تحولوا امه قعدت تضرب ابوه وعرفته بس من شنبه. واما لوكا وألبرتو غرقهم الندى ويصحيوا يلاقي نفسهم سمك، فابتدوا يجروا طبعا يمسحوا نفسهم قبل ما جوليا او باباها ياخد بالهم. اما بابا جوليا اخدهم معاه علشان يساعدوه، وحصلوا على كميه كبيره من السمك. وابو لوكا وام لوكا اول ما شافوا ولد افتكروه ابنهم ورموه في الميه، وقالوا لو اتحول يبقى ابننا، لو ما اتحولش ومات يبقى مش ابننا. واول ما دخلوا المدينه لقيوا المدينه مليانه عيال. ولوكا وألبرتو وجوليا راحوا لفرقه المسابقه عشان يشتركوا، وبيكون هناك اركول الشرير اللي عايز يكسب، واخد منهم الفلوس اتاوى انهم مش من البلد. فلوكا استفزوا لحد ما اداهم الفلوس، واخدتهم جوليا عشان يتدربوا على اكل المكرونه والعجل، ولكن هم كانوا في ذمه الله. وهي طبعا بتتدرب على السباحه، وفي نفس الوقت اركول بيدور على وحش البحر عشان يكسب الجايزه. واركول حب يرخم عليهم ودخل عليهم بمركبته، ولكن ألبرتو اتحول ولوكا انقذه بسرعه وغطاه علشان يلحق نفسه. اما ابو لوكا وامه جات لهم فكره عظيمه جدا انهم يحطوا العيال في النافوره علشان يعرفوا ابنهم الحقيقي. واما لوكا عرف صوت امه وشنب ابوه من على بعد. ابو جوليا كان محتاج ألبرتو عشان يشيل معاه الشبكه. اما لوكا قعد شويه يتكلم مع جوليا عن حلمه والفيسبا اللي هيوصل بيها لاكبر سمكه في السماء. وهي بتقول له سمكه ايه انت غلبان؟ انا حلمي اهزم اركول. وبتقول له مين قال لك انها سمكه اصلا؟ قال لها ألبرتو مأكد لي. واخدته للتلسكوب وابتدت توريه النجوم والكواكب، وبتقول له بص زحل ده كوكبي المفضل. وبيجي ألبرتو بيتضايق ان هم مع بعض وهو لوحده، وابتدى يقول له انا قلبت عليك الدنيا. فبيقول لها ممكن استلف منك الكتاب ده يا جوليا؟ فبتقول له طبعا. فمسحت اسمها وحطت اسم لوكا عليه. ولوكا وهو ماشي مع ألبرتو في الطريق بيقول له عارف يا ألبرتو دي طلعت اجسام ناريه مش اسماك. فابتدى ألبرتو يقول له لا هي اسماك فعلا. فقال له لا يا ألبرتو دي اجسام ناريه وكواكب، وكمان جوليا ادتني الكتاب ده عشان اتعرف عليهم اكتر. وابتدى ألبرتو يوري له مكان الفيسبا اللي هي حلمهم، وابتدى يرسموا نفسهم مع بعض في الفيسبا. وابتدوا يلاقوا سهم اركولي بيرشق في الباب اللي وراهم، وبيزنق ألبرتو ولوكا بيدافع عنه وبيجروا على البيت فورا. وبتصحيهم جوليا كالعاده وبيبتدوا مسابقتهم في المكرونه والعجل، وابوه وامه مش سايبين العيال في حالهم. وللاسف لوكا بيشوفوا ابوه وامه وبيهرب منهم، وبتوريهم جوليا طريق مدرستها والقطر اللي بيوديها. ولوكا بياخد ويدي معاها في الكلام. واما ألبرتو بيقول له يلا نشوف حاجه مهمه، مسابقتنا في الفيسبا اهم. وبينزل المنحدر وبيجري بيه، وطبعا زي كل منحدر بيقع في الميه، وبيخرجوا من مكان ما حدش بيشوفهم فيه. وبيطلع لوكا بيقول له اهل بيدوروا عليا يا ألبرتو انا شفتهم. وألبرتو بيرد عليه بيقول له المنطقه دي هتلحس لك دماغك يا لوكا، احنا اخرنا فيسبا مش اكتر. ولوكا بيقول له لا انا عايز اروح المدرسه. فألبرتو بيقول له ما ينفعش يا لوكا نروح المدرسه. فبيقول له لا انت خايف يا ألبرتو. وابتدوا يتخانقوا مع بعض، وجت جوليا وحضنتهم. وابتدى لوكا يسالها ينفع اروح مدرستك يا جوليا؟ فانبسطت جدا، ولكن ألبرتو كان غيران وقال لها جوليا مدرستك بتوافق بكل الناس حتى لو كانوا وحوش البحر. وحاول لوكا يمنعه، ولكن ألبرتو نزل الميه وقال لها زينا كده وحوش. واول ما طلعت خضت جوليا وابعدته عنها، وابتدى اركول يحاول يصطاد ألبرتو. اما ألبرتو مشي بسرعه وهم راحوا البيت. ولما عرف بابا جوليا ان ألبرتو مشي راح يدور عليه. ولوكا عرض على جوليا ايه رايك ندخل المسابقه سوا وانتي تعملي المكرونه والسباحه وانا اركب العجل؟ فرشت جوليا عليه ميه وقالت له انت كمان بتتحول وجاي تصاحب واحده ابوها صياد سمك قد الدنيا؟ ازاي يا لوكا تغامر بحياتك علشان فيسبا؟ قال لها لا اهلي عايزين يبعدوني لاعماق البحور، وسابها ومشي. وراح لألبرتو في مخبأه القديم. وابتدى ألبرتو يقول له ايه اللي جابك هنا يا لوكا؟ ولوكا قال له ايه العلامات الغريبه اللي في الحيطه عندك تحت دي؟ وابتدى ألبرتو يقول له دي حسابات لما ابويا سابني لوحدي. وابتدى لوكا يفكر ألبرتو بحلمهم ويكسبوا السباق سوا. واما لوكا سابه وراح المسابقه واتسابق لوحده. وابتدى لوكا يتنكر عشان لما يتحول محدش يشوفه من الصيادين. وابتدت
حاولت جوليا تمنعه ولكنه كمل، وبتسبقهم جوليا كلهم وبيعوموا وهو بيمشي، وبيطلعوا يكملوا في المكرونه، وبيركبوا عجلتهم اخر مرحله، واهله بيحاولوا يوقفوا لوكا ولكن بيسبقهم وبيقف تحت تند علشان ما يتحولش من الميه. وبيلاقي البرتو صاحبه جايله بشمسيه عشان ينقذه، وللاسف اركول بيوقع الشمسيه منه فبيتحول للوحش البحر. واركول بياخد البرتو في شبكته وبيبتدي ينقذ لوكا وبياخده وبيجروا، وبيحاول اركول يقتلهم وبتنقذهم جوليا وبتوقعه، وبيوصلوا هم في الاول ولكنهم متحولين، والصيادين كلهم بيتلموا عليهم عشان يقتلوهم. وجوليا بتقول لهم دول مش وحوش، دول اصدقائي. وباباها بيدافع عنهم وبيقول انهم لوكا والبرتو الفايزين. واهله طبعا بيطلعوا من تحت البطانيه وفرحانين جدا بابنهم. واشتروا فسبه واهل لوكا كانوا معزومين عند بيت جوليا، وبتروح جوليا تحضر شنطتها وبيلاقي اهله مجهزين له الشنطه عشان يروح المدرسه، ووقتها بس تصالح العالم مع وحوش البحر وتعيشوا معاهم. وبكده يكون خلص فيلم النهارده يا اصحابي، اشوفكم على خير المره اللي جايه.